الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن والاه. أسأل الله جل وعلا أن يكتبنا وإياكم من الفائزين وأن يجعلنا قد اعتقنا من النار، ونسأل الله أن يعتق رقاب المؤمنين والمؤمنات من النار وأن يرحم من لم يدرك رمضان. نعم، الحديث عن الصلاة ينبغي أيها الأحباب أن نتحدث عند كل إقامة ركن من أركان الدين أن نبدأ بالصلاة. لما؟ لأن كل أعمال العباد لا ينظر لها ولا يقوم سوقها ولا ينظر الرحمن إليها ولا توزن، لا بره للوالدين ولا صيامه ولا حجه ولا صدقاته ولا إكرامه للناس، لا ينظر لهذا العمل حتى ينظر الله إلى الركن الذي بزواله يزول الإسلام وببقائه يبقى الإسلام. السلف يقولون: ما من شيء في دين الإسلام تركه كفر إلا الصلاة. ولذلك الإنسان إذا صام وهو لا يصلي، زكى وهو لا يصلي، حج وهو لا يصلي، شهد التوحيد بلسانه وهو لا يصلي، ما نفعه هذه الأركان جميعها مجتمعة على الصحيح، لأنه لو كان توحيده حقيقي لوقف بين يدي رب العزة جل وعلا. الصلاة هي التي تزن إيقاع الحياة كلها، ولذلك الإنسان يقصر هنا ويقصر هنا ويقصر هنا، لكنه مقيم الصلاة سيكون كل ما قصر فيه ستأتي الصلاة ترقعه وترممه وتقومه. ولذلك يوم القيامة يقول الله لعباده لملائكته: انظروا في صلاة عبدي، فإذا نظروا فرأوها ناقصة قال: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ يعني ناقصة، ليس في زوال، ناقصة في الأجر، لأننا نصلي ويكتب لنا الأجر كامل، وبعضنا شطره وبعضنا ربعه وبعضنا عشره، بعضنا يصلي ولم تكتب له منها شيء. لذلك أقول في رمضان الحديث عن الصلاة مهم، لأننا لا يحتاج كثير من المسلمين الحديث عن وجوب صيام رمضان، ما يحتاج نحدث للناس أن رمضان ركن من أركان الإسلام، يعرفونه. أن الصيام فرض على القادر والبالغ والمقيم، يعرفونه. لكن نقول: انظروا في صلاتكم لينظر الله في صيامكم. ولذلك كما كرمت في المقدمة أن الله جل وعلا جميع شرائع الإسلام فرضت على أديم الأرض إلا الصلاة. رفع الحبيب، عرج بالحبيب صلى الله عليه وسلم حتى تجاوز السماوات العلى وبلغ سدرة المنتهى، وسمع صريف الأقلام وهي تكتب المقادير، وما استطاع جبريل أن يلحق به، أي ما استطاع أن يعرج معه لأن المنزلة علية. ثم أتى أمام رب العالمين جل وعلا وسمع الله كفاحا بلا ترجمان فحمله هذه الصلاة. ولذلك هذه الصلاة ثقيلة فقط على المعرضين، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الخاشع ما هي كبيرة عليه لأنها جنته. ولذلك لما فرضها الله، تأملوا أيها الأحبة، يفرضها الله 50، ثم إذا نزل الحبيب ويمر بكليم الرحمن موسى عليه الصلاة والسلام، ولا زال بين ربه وبين موسى يسأله التخفيف، حتى نادى العظيم جل وعلا أنها 50 في الأجر 5 في الفعل. ثم أنزل الحبيب في تلك الليلة وبشر الناس بعروجه. ولكن القضية هنا في المعراج والإسراء والمعراج أن هذا الشرف العظيم الذي ناله عليه الصلاة والسلام ناله حتى يحمل أشرف عبادة بعد التوحيد في دين الإسلام، بل هي رمز التوحيد، لأن الذي يقف أمام الرحمن يوحد الرحمن جل وعلا، يوحد الملك، يوحد الواحد. ولذلك أحبابي رمضان كتب الله لنا فرصة اللقاء به في صلاة، في صيام، في قيام رمضان، في فرائض رمضان. ودائما أحبابي ونحن نتكلم في رمضان تلاحظ أبو عبد الله نركز أحيانا على قيام، على التراويح. وأنت قلت أمس كلمة جميلة: صلاة في شهر ربيع الأول من فرائض الإسلام، في أي صلاة من صلواتها ظهر عصر تزين في مقام الله وعند الله أجر صيام وقيام رمضان كله. هي في الميزان الصلاة الفريضة. الله أحب ما يحب من عبده أن يؤدي ما افترضه عليه. ولذلك الصلاة أيها الأحباب يكفي، وأقف إلى هنا، يكفي أنها آخر نداء للحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو يجود بروحه مودعا هذه الدنيا: همس في أذني وأذنك وأذنك أنت يا مؤمن يا متبع، حبيبك يقول وهو يغادر الدنيا ما قال ابن
ما قال استثمروا، ازرعوا، تزوجوا، اجمعوا الدينار والدرهم، قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. الله. الصائم الذي أضاء الصيام قلبه بالتقوى وحقق بصيامه التقوى وكأنما يعبد الله كأنه يراه، ودخل في قلبه الشوق للقاء الله، والله الصائم لا يطمئن حتى يقف أمام الله. أنا أعرف كثيرا من الصائمين الآن يوجدون كبار سن وغيره، بعضهم أيها الأحباب بعضهم هو إنما هو بين الوضوء والصلاة، بين الوضوء والصلاة، حتى تأتي العصر فليس هناك نافلة، فيمسك المصحف ويعقد الأنامل وكل ما له ماسح عبرته من التفكر الجميل، العروج الجميل. ولذلك الصلاة إذا صلى الإنسان صلاة الأوابين وصلاة المخبتين وصلاة المتقين، إذا صلى هذه الصلاة فإن روحه تعرج كما عرج صلى الله عليه وسلم، تعرج إلى الله. ولذلك كان منهم من قال الله أكبر ينكشف الحجاب بينه وبين ربه، يستشعر ذلك. كل مكبر الله أكبر تنكشف الحجاب بينك وبين الله. كل تالي لسورة الفاتحة في الصلاة الحمد لله رب العالمين، الله جل الله في علاه يخاطبك، يقول حمدني عبدي، مجدني عبدي، أثنى علي عبدي، هذا إياك نعبد، هذا بيني وبين عبدي، آمين ولعبدي ما سأل. هذا الحوار الجميل، هذه النعمة لا يتلذذ بها إلا الصائم المخبت. وبعدين أحبابي الصلاة كانت ثقيلة علينا قبل رمضان لأن الصوارف كثيرة، ولأن الطعام هو أكثر ما يجعل الإنسان يستأسد في أخلاقه، وتبقى طباعه فيها حدة، ويبدأ في رأسه ثقل. لكن في رمضان عندما ضعف مجاري الشيطان، ضعف الشيطان في الجريان، يبقى أن الذي صفد هو المارد ويبقى القرين موجود. ولذلك يوجد هناك من يوسوس لبعضنا، القرين الذي يلزمني ويلزمك ويلزم كل أحد يوسوس لك. أكبر نجاح للشيطان في رمضان أن يصرفك عن الصلاة، أو أن يحول بينك وبين الصلاة، أو أن يحول بينك وبين ما تسمعه من قرآن. قيام الليل البارح التراويح، فيه أناس يبكون من الفاتحة، يسمع الفاتحة فيبكي، وآخر ينظر في ساعته، وثاني يخرج جواله، والثالث يعني ينظر في ثريات المسجد وفي ورود الفرشة. هذا معناه أن هناك قلوب طهرت، وهذا الصنف الأول طهرت بالصيام وحقق الصيام تقواها، وأولئك لا يملون ليل نهار من لقاء الله. والله يا أحبابي لا يوجد جنة ولا يوجد لذة ولا يوجد سعادة تعدل أن تغتسل تتوضأ بماء قليل ثم تقف في مكان لا يراك فيه أحد ثم تكبر وتستشعر أن الله يراك وأنك تخاطبه وأنه يرد عليك وأنك إذا ركعت عظمت وإذا سجدت دنوت، قمين أن يستجاب لك. ثم إذا فاضت العبرة وأنت بينك وبينه أفاض عليك من النعم ما يدهش عقلك. الصلاة محراب، الصلاة دوحة، الصلاة جنة، الصلاة أحبابي راحة. أرحنا بها يا بلال، كلام محمد صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، إذا أهمه أمر. وأعجب اللي يقول مهموم مغموم ضايق ديون مرض، أين أنت عن الصلاة؟ أيها الإخوة الأحباب، ورد في كتاب عن خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم النص التالي: إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. أيها الإخوة، المركبة السيارة لماذا صنعت؟ صنعت من أجل أن تسير. ولماذا وضع فيها المكبح؟ والمكبح في أصل وظيفته
يتناقض مع السير ويوقف الحركة. هذا المكبح مع أنه يتناقض مع علة صنع السيارة، لكنه ضروري جدا لسلامة الركاب. وكذلك المصائب، نحن في دار ابتلاء، نحن في دار امتحان، نحن في دار فينا نوازع نحو الأرض واتجاهات نحو السماء، فحينما يغفل الإنسان قد يقع في خطأ، والخطأ ينبغي أن يعالج من قبل رب العالمين، وكلمة رب العالمين تعني التربية. فالله عز وجل يقول: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إذا طبيعة الحياة الدنيا فيها ابتلاء. الإمام الشافعي سئل: ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ تبسم وقال: لن تمكن قبل أن تبتلى. والله عز وجل يؤكد في بعض الآيات الكريمة أن هناك مصائب تصيب المؤمنين. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هذه مصائب المؤمنين، مصائب دفع إلى باب الله ومصائب رفع في مقامات المؤمن. هذه المصائب كلها خير، وقد عبر القرآن عنها فقال: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الباطنة هي المصائب التي تصيب المؤمنين كي تسوقهم إلى باب الله وتحملهم على التوبة وترقى بهم إلى أعلى مقامات. لكن مصائب الطرف الآخر، مصائب العصاة والمجرمين والفجار، مصائب قصم، وإذا كان في هذا الإنسان بقية خير مصائب ردع. أما مصائب الأنبياء مصائب كشف. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول: اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله عونا لنا فيما تحب، وما زويت عنا ما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. هذه النصوص تؤكد حقيقة دقيقة، هي أن الدنيا مفعمة بالمصائب، بالأحزان. هكذا جعلها الله بهذه الطبيعة كي نسعى للآخرة. الله عز وجل يربينا في الدنيا ويكرمنا في الآخرة. أيها الإخوة الأحباب، في نقطة دقيقة في الموضوع، أن الحظوظ، المال حظ، الوسامة حظ، الذكاء حظ، القوة حظ، العمر المديد حظ، أن هذه الحظوظ وزعها الله في الدنيا توزيع ابتلاء، وسوف يوزعها في الآخرة توزيع جزاء. قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالمؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. أين هو قانون تفريج الكروب؟ الدنيا دار ابتلاء وفيها مصائب، يصيب الله بهذه المصائب عباده المؤمنين. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء وأنا أشدهم بلاء ثم الأمثل فالأمثل. شيء طبيعي جدا أن هناك مصائب في الدنيا، لأن الله رب العالمين يأخذ بيدنا إلى بابه ويسوقنا إلى جنته. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. ولكن هذا المؤمن إذا وقع في إشكال، وقع في ألم، في حزن، في مصيبة، ماذا يفعل كي ينجو منها؟ هنا محور هذا اللقاء الطيب، قانون تفريج الكروب. أيها الإخوة،